بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. المشتركين جدد نقول لكم مرحبا بكم، متابعين نقول لكم دمتم أوفياء للقناة. إن شاء الله فيديو اليوم يلقاكم بأفضل وأحسن حال. وصفتنا لنهار اليوم طاجين حلو بشبح الصفراء رولي في الفرن. كما تعرفوا في شهر رمضان المبارك طاجين حلو لازم يكون حاضر في اليوم الأول نتاع الصيام. هكذا نستفتحوا به، يعني شهر إن شاء الله مبارك لينا وللمؤمنين كامل. بلا ما نطول عليكم، انا هنا راح ندير المرق بطريقه نوعا ما ماهيش تقليديه. راح نضيف كيما راكم تشوفوا في طنجره ولا في طاجين تاع الفخار. ديروا شويه زبده، شويه قطع تاع اللحم، ونجمه الارض، وواحد عود قرفه، وشويه او رشه خفيفه ملح، وملعقه صغيره سكر، ونصف ملعقه صغيره فلفل اكحل، ونخلوهم كامل يتقلاو مع بعض. واللي يحب الطريقه التقليديه كنت درت معاكم زوج وصفات تاع طاجين الحلو، وحده شبح الصفراء وحده طاجين تاع العين بقره. راح نخلي لكم رابط نتاعهم في صندوق الوصف. وكذلك كاين عده وصفات تاع اطباق لشهر رمضان المبارك. هكذا تبدو الافكار والطريقه اللي تساعدكم واللي تجي على هواكم تحضروها. نخلوه كما قلت لكم يتقلى مليح على نار خفيفه. بعد ذلك راح نمرقوه بماء سخون، يعني دائما الماء ساخن، في خاصة كي تستعملوا الطاجين. نخلوه يطيب، وبعد ما يطيب راح نصفوا هذيك المكونات كامل، يعني تخلوا المرق صافي. تحبوا تصفوه بالصفايه ولا ديروا كما درت انا، لكم الاختيار. وملاحظة أخرى كذلك، تقدروا ما ديروش اللحم، يعني اللي ما يحبش اللحم تقدروا ديروه بالدجاج ولا ما ديروهش خلاص، يعني في هذه الوصفة في هذه الطريقة. بعد ذلك راح نضيف عليها نصف كاس عسل نتاع المحلات. انا هنا العلبه هذه تاع رطل درت النصف نتاعها هكذا. ونضيفوا عليها تقريبا فنجان صغير ماء زهر. كذلك الماء زهر، اللي يحب الماء زهر تقدروا ديروه، اللي ما يحبوش تقدروا تستغنوا عليه. نخلوه يغلي 5 دقائق فقط ونطفوا عليه، ونروحوا مباشرة نحضروا شبح الصفراء. راح نديروها بطريقة مغايرة على التقليدية. نحتاج 2 كيلات بيستاش بهذا الكاس، والكيلة الثالثة لوز. كما راكم تشوفوا هنا راني درت نص، وقل من النصف سكر عادي. هنا كما راكم تشوفوا معايا 3 كيلات، 2 كيلات بيستاش وكيلة لوز، مع نصف او قل من النصف سكر عادي. نخلطهم كامل مع بعض ونبداو نلمهم بالصفار نتاع البيض. يعني الطريقه هذه راهي العاديه التقليديه، يعني ما فيهاش حتى حاجه جديده ولا سر. هذه طريقه تقليديه فقط، انا راح نبدل في الشكل والطريقه نتاع الطياب نتاعها. تبداو تضيفوا الصفار بالتدريج هكذا حتى تحصلوا على لاباط نتاع الشباح الصفراء، تكون مليحه، ما تكونش يابسه وما تكونش في نفس الوقت طريه. هكذا انا هذه الكيله الصغيره دات لي 2 صفار بيض. كما راكم تشوفوا راني نلوحها بالتدريج، وفي نفس الوقت تعجنوها مليح هكذا باش يذوب لكم السكر. كل ما تعجنوها كل ما راح تزيد تطلق هكذا. كما راكم تشوفوا راح نزيدو نعجنوها مليح بهذه الطريقه هكذا، منو السكر يذوب وفي نفس الوقت راح تتحصلوا على القوام نتاع العجينه يكون طري هكذا. بعد ذلك نغطوها ونحطوها في كيس بلاستيكي، نخلوها ترتاح للمده نتاع 5 دقائق 10 دقائق، ما بين ما نزيدو نحضروا الكيله الثانيه اللي هي جوز. كيف راح ندير 2 كيلات جوز بكيله لوز كما راكم تشوفوا، مع تحت النصف سكر عادي، ونلموها بالصفار نتاع البيض. كيف الثاني نفس الكيل 2 صفار بيض هكذا. ونحطوها كذلك في كيس بلاستيكي ونخلوها ترتاح. ونزيدو نفس العملية بالنسبة للوز. اللوز كذلك نديرو 3 كيلات بكيلة بنصف كيلة ناقصة صبع سكر عادي، ونلموها كذلك بالصفار نتاع البيض. هنا بعد ما ارتحت العجينة كما راكم تشوفوا راح نبسطوها على كيس بلاستيكي ونديروها سمك رديق. هنا راني درت لكم شكلين من هذا الموديل اللي هو الرولي.
درت الشكل الاول يعني الحجم يكون كبير، والشكل الثاني تقدروا تصغروا فيه، يعني هنا لكم الاختيار. كما راكم تشوفوا راني نبسط في العجينه تاع البيستاش ونتاع اللوز ونتاع الجوز في ثلاثه هكذا، نبسطوهم كامل على نفس الطول ونفس العرض هكذا، وراح نحطوهم فوق بعضها هكذا بهذا الشكل. نزيدو كيف كيف العجينه تاع اللوز. تقدروا تشروا من كل نوع تاع مكسرات 100 غرام تكفيكم، تجيكم ما شاء الله، يعني كونتيتي مليحه. كما راكم تشوفوا نحطوهم كامل على بعض ونبسطوهم كامل بطريقه واحده حتى نتحصلوا على سمك واحد، وما تخلوهاش خشينه وفي نفس الوقت ما ترقوهاش ياسر. ونبداو نلفوها بهذه الطريقه هكذا بشويه، ودوروا حتى تكملوا العجينه كامل بهذه الطريقه. وكما راكم تشوفوا هذه الطريقه راهي يعني سهله ثم توجد، خاصه للناس اللي ما عندهاش وقت، اللي يكونوا خدامين ولا ما تنجحلهمش الوصفه نتاع الطابع، يعني كتطبعوها وتشكلوها. كاين اللي ما تنجحلهمش، كاين اللي تحللهم في المقله. هذا الوصفه يعني سهله ماهله وثم توجد، يعني توجدوها في رمش. شوفوا كيف يجيكم القوام تاعها. هنا البودان راهو كبير، راهو خشين كما راكم تشوفوا، وتقدروا تصغروا. انا في هذا الفيديو راني درت مرتين الشكل هذا. المره الاولى درته كبير، والمره الثانيه صغرتهم حبات صغار كيما نديروا الشبح الصفراء العاديه. ونحطوهم في صينيه اللي تدخل الفرن. انا هنا صينيه درت لها ورق الطهي هكذا باش ما تلصق لكمش. ونحطوهم يطيبوا في الفرن تقريبا 7 دقائق، يعني على الاكثر، ما تكثروا لهمش لانه فقط البيض برك باش ينشف هكذا. وديروا كما قلت لكم عده اشكال، الشكل اللي يعجبكم ديروه. انا درت هلال، درت القلب، درت عده اشكال. مام بهذه الزريعه نتاع اليقطين كذلك درتها على شكل كما نديروا الاناناسه، مي هذه شكل تاع زريعه اليقطين. وتحطوهم في علبه بلاستيكيه وتخلوهم الوقت اللي تحتاجوهم تحطوهم في المرق اللي تحضروه. يعني هذه الوصفه سهله وفي نفس الوقت تقدروا تستحفظوا بها، يعني في الكونجيلاتور وقت اللي تحتاجوه تجبدوا الكميه اللي تحتاجوها وتحطوهم في المرق، وتزيدوا ترجعوا اللحم نتاعكم اللي كان طاب ولكن ما طابش في العسل، نحطوه في هذه المرحله باش يتشرب هذاك العسل وفي نفس الوقت يقعد طري، يعني ما يجيكمش اللحم يابس. عده اخوات ما يصلح لهمش يقول لك اللحم يجينا يابس، هذا هو السر باش يقعد اللحم تاعكم طري. تخلوه 2 دقائق وطفوا. وملاحظه اخرى، اللي تحب ديروا بنوع واحد تاع مكسرات راهو يصلح، اللي تقدروا كذلك ديروه بالكاوكاو يجيكم ما شاء الله. فقط تشربوا الحشو مليح بالصفار. وهذا هو شكلهم النهائي بعد ما طابوا وحضرناها في صحن التقديم. نتمنى فيديو اليوم يكون عجبكم ونال رضاكم. ما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم.